اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم حفصه صابر من قناه سيفست فود. اقل من 350 جنيه وهتملي بيتك بالخير. يعني كنت فاكره بصراحه ان 350 ممكن ما يجيبوش حاجات، بس هقول يعني بدايه الحاجات اللي ممكن نحطها. كل سنه وانتم طيبين عشان رمضان برضو هتنفع في البيت. مش هقول لك حاجات كتيره، بس على الاقل هتملي بيتك برضو بالخير. لمده فترة كده محترمة يعني. كده او كده لازم خزين البيت يبقى فيه الكلام الجميل ده. بصوا يا جماعة، انا رحت شفت الاسعار طبعا وكنت بقارن. لقيت ان عندي اول حاجة عندي كده، لقيت ان اللمبادنا دي انا اول مرة اجيبها، بس عايزة اقولك كويسة جدا وهي ارخص نوع من المكرونات اللي موجودة. جبت كيلو من ده كده، تمام. والمفروض ان انا كنت اجيب كيلو من التانية اللي هي الصغيرة، بس جبت للأسف مش للأسف يعني، جبت نوع تاني اللي هو ستار. خلاص، هو الستار اغلى حاجة بسيطة، مش عارفة جنيه او 2 جنيه، اللي هي الصغيرة. بس انا بقى اللي بقول لكم للأسف عشان انا كنت عايزة اللي هي المعوجة شوية دي، تمام. فزي الفل عندنا برضو هتكفي معانا كذا وجبة، وان شاء الله تسد معانا مع الولاد. جبت ده كمان تقريبا ب20 جنيه. عايزة اقول لكم ان هي وصلت ل100 مش عارفة الكام مبينة ولا لا، حاجة يعني استغفر الله العظيم. يعني يا دوبك بقى اللي هي ايه، اكلة كده ولا حاجة، على حسب بقى امكانياتك. وجبت بقى عندي كمان دول يا جماعة ب10 جنيه. طب هو سعر الكيلو عامل حوالي 69 جنيه. عامل كام؟ عامل 90 جنيه. جبت شوية بونبوني كده الولاد، بصوا ب10 جنيه يعني يا دوبك كام واحدة، ما يجوش حاجة. برضو الحمد لله، برضو لازم نفرحهم بأي حاجة. وجبت عندي بقى الدقيق طبعا. أول ما لقيت الدقيق، أنا بجيب أنواع كتيرة وبجيب يعني حاجات كتيرة، بس أنا جبت المرة دي السايب. كان عامل حوالي 25 جنيه، تمام. هو كان زاد عن كده بس نزل سعره شوية تاني، 25 جنيه. ولقيت دي برضو عاملة حوالي 13 جنيه. قلت برضو للولاد يفرحوا بيه، هات شوكليت كده، تمام. دي برضو حاجات ايه يعني. انا قلت اللوبيا دي وجبة، المكرونة مثلا ممكن وجبتين، دي هتعملي اي مخبوزات، اي حاجة، العيش عشان مثلا السحور. هنشوف مع بعض كل ده، هنعمله في فيديوهات ان شاء الله تعجبكم. رحت بقى عشان اجيب الفول اللي هو المستورد العادي، ما لقيتش غير البلدي اغلى من المستورد، تمام. يعني كنت نازله على ان هو المستورد عامل 56 جنيه. انا جبت كيلو عشان ان شاء الله بعونك يا رب، ان شاء الله يا رب ندمسه مع بعض. هي الحبايه دي حاساها ان هي كده يعني بتبقى اطعم شويه، بس بصراحه بيني وبينكم انا كنت هجيب طبعا الايه اللي اقل في السعر، تمام. وجبت بقى المفاجأة عندي ان انا رحت قلت للراجل انا عايزة ايه، اللي هو اللي وقف على الحاجات دي. عايزة ب10 فول فلفل اسود حصى، وب10 كمون حصى، مش عارفة ب10 كزبرة حصى. لقيت من غير ما اكمل قال لي حضرتك مفيش حاجة اسمها ب10. بصوا الفلفل واصل ايه، 350 جنيه. في اماكن طبعا بتبيع اعلى من كده، انا جايبه لكم من حاجة زي يعني زي هايبر او حاجة، انتوا فاهميني. يعني حاجات فيه بتبقى يعني قليلة شوية. وادي عندي كزبرة جبت برضو كلها حصى. طب ليه جبت حصى؟ عايز اقولك لما تجيب البهارات بتاعتك الاساسية دي حصى تطحنيها في البيت بتفرق جامد، بتخلي ريحة البهارات نفسها بتبقى حلوة جدا يا جماعة، وبتفضل كده معاكي. هنعمل منها دقة، هنعمل منها حاجات كتير. وجبت ب10 فريك برضو، ده يتعمل وجبة، تمام، في رمضان. وجبت بقى ب10 ترمس. هو تقريبا انا كنت قايله ب20 وقدامي ب10 ماشي. هو الكيلو عامل 55 جنيه، تمام. ده الترمس المستورد. برضو قلت برضو ايه عشان افرح الولاد. وده جبت بقى الباشا بتاعنا ده بقى، طبعا البرغل لا غنى عنه، كفتة فراخ، كفتة لحمة، اي حاجة. عامل حوالي 28 جنيه، تمام. جبت برضو ايه شوية كده. وجبت عندي، انا قلت لكم ادي الشنطه دي كمان. طيب تعالوا هنا برضو، هنا عندنا بقى ايه، لا كان في الكمون هنا، عارفه الكمون راح فين. بس برضو جبت حوالي برضو 15 كمون حصى،
عايزه اقول لكم ان انا والله العظيم ما صدقت. معلقه لا غنى عنها، مش عارفه بصراحه انا هو يعني وسط الحاجات دي. طيب ودي مكرونه ستار برضو يا جماعه، يعني سعرها برضو الى حد ما كويس. تمام. وجبت حوالي ب15 جنيه عدس من الاصفر هنعمله. ممكن نعمل عدس، شوربه عدس كده في رمضان. ممكن تعملي كشري اصفر كده برضو يعني. ده ممكن يعني يكفيكي. ممكن بحط شويه برضو على الكشري المصري بتاعنا مع العدس التاني. وجبت برضو هنا حوالي، انا كنت فاكره ان هي 100 جرام بس طلعت 90 جرام من ليبتون. تمام. بس كده يعني عباره كلها عن شويه بهارات مع مكرونه مع دقيق وشكرا على كده. وادي 300 نقول مش عارفة 25 أو قرب 50 كده. تمام. لا 325 بالظبط. ادي 325. ولا جبنا زيت ولا سمنة ولا زبدة ولا الكلام ده كله. كنت جايبة معاكم الزبدة مقطعاها مكعبات. قلت لكم دي طريقة حلوة جدا، بتاخدوا المكعب بس أو مكعبين على حسب ما انتي ما عايزة. أنا بقى هقفل الفيديو معاكم وأدور على الكمون بقى ايه براحتي. قلت حاجات دي هتنفع. الفول طبعا لا غنى عنه في سحور رمضان، يسند ويسد طبعا. يعني انا بالنسبه لي بحس ان الفول بيبقى يعني بيسد عن الزبادي وعن الحاجات دي. بس طبعا لازم برضو ناكل من الحاجات دي علشان خاطر ايه نريح معدتنا. عندك بقى البهارات برضو هطحنها ان شاء الله وهعمل لكم منها الدقه، عملناها قبل كده ونعملها تاني. تمام. الفريك زي ما قلت لكم في وجبه كده. البرغل لا غنى عنه، بنزود بيه بعد دي كميه اللحمه او الفراخ والترمس. وعندنا البونبوني عشان الولاد يفرحوا والمكرونه والكلام ده كله. اتمنى ان انت تلاقي حاجه ولو بسيطه في الفيديو. برضو حاولي تحطي حاجات في بيتك عشان تكفي بيها بيتك، عشان تدخلي على رمضان. الواحد بيبقى صايم مش قادر ينزل يشتري حاجه ولا الولاد حتى بيسعفوه. واحنا لما نجيب مثلا 2 كيلو من كل حاجه في الدنيا كده معانا تمام وزي الفل. فاضل عندنا بقى ايه اللي هو الباشا الكبير اللي بيطلع روحنا الزيت والسكر. وبرضو هجيب علبة سمنة صغيرة كده معايا مع الزبدة تظبط معايا. وبألف هنا وشفا. اتمنى ان انتوا تلاقوا في الفيديو حاجة. لو لقيتي مكرونة لمتنا دي ما تتردديش هاتيها، ونزل منها طبعا شعرية. ولو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. كانت معكم حفصة بالمقالة زي فود. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.